كان لازم تطفي النور لان نورها كفايه جدا على القاعه. سامعين معايا ما شربتش من نيلها؟ طب جربت تغني لها؟ طب ايه رايكم نجرب كلنا نسمعها وهي جايه لنا النهارده علشان تشاركنا الفرحه الكبيره في الاقلاع عن التدخين؟ اتفضلي يا نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول أنا فرحانة جدا جدا إن أنا ما بينكم النهاردة، لأني كنت هنا من 6 سنين معاكم في نفس الجامعة، وكنت باجي برضو أحضر ندوات لناس مشاهير وفنانين، وما كنتش أتصور بعد 6 سنين يا دوب عدوا بسرعة كده بقى قدامكم، وده شرف ليا كبير جدا جدا جدا. مبسوطة جدا لوجودي في وسط الناس اللي بجد مبسوطة ان هم اختاروني اكون معاهم. ده يعني حاجة بالنسبة لي مش هنساها ابدا، خاصة في حاجة بتحس على ان احنا نبعد عن التدخين، والتدخين بالنسبة لنا مشكلة كبيرة جدا. عايزة اقول كلمة، ان قرار الاقلاع عن التدخين مش قرار سهل ومش قرار عادي، قرار مهم جدا، واللي يقدر يقرر يقلع عن التدخين يقدر يحرر الاقصى. أنا متأكدة من ده، قرار صغير بس مهم. مفيش حاجة بتحصل مرة واحدة، اللي يقدر يعمل حاجة صغيرة ويغير نفسه هيوصل يبقى حاجة كبيرة، واللي هيبقى حاجة كبيرة إن شاء الله ربنا هيكتب له يعمل حاجات كتير كويسة، وربنا ما بيسيبش حد بينوي خير. يعني سمعكم حاجة النهاردة كتبتها، لو في مدخنين يا ريت ما يزعلوش مننا، ياخدوا الكلام كده يعني بالراحة على صدرهم. بقول أنا عارفة إن الكلام وأنا في المكان ده بيبقى صعب. أنا ما بوظتش كلامي، أنا اتعودت أقول من القلب. كتبت عن الحياة، عن ديني، عن بلدي ومشاعري. كتبت وكله كان حقيقة، أيوة ما كانش كده. كتبت عشان أقول الحق، مش فكرة شطارة. وهو النهاردة جاية حظي هحكي عن سيجارة تتقاس بالسنتي، بس حاسب زل ناس كتير تحرق قلوبهم يحرقوها للنفس الأخير، بتبقى عقد وتلاقيها برضه مسيطرة. ده عيب عليك يا اللي السيجارة عليك مقصرة، وقال لما تبقى عصبي قال تشربها بفترة. خنقتنا وخنقت نفسك ورجعنا لورا، انت اللي ليك في ذمتي نصيحة صغيرة. صدقني لو مكتوب لك انك تبقى مدخنة، صدقني لو مكتوب لك انك تبقى مدخنة كان ربنا خلقك حديد مش لحم زينا. مش عاوزة اقول بتعترض على حكمة ربنا، بس حلم ناس كتير اتحرموا منها، وانت مضحي بصحتك وبينا كلنا. دخان وطالع من مناخيرك، من ودنك دخان وطالع من مناخيرك، من بقك كمان، وخوفي المرحلة اللي جاية يطلع من الودان. طول ما السيجارة مثبتاك انا شايفاك جبان، اعمل عقلك بعقلها وانزل لها الميدان. كم صورة تخوفك حطوها على علب الدخان، انا عاوزاك تاخد قرارك ورجولتك تبان، والاقي على علب السجاير صورتك بالالوان مكتوب عليها الراجل ده مبطل من زمان. شكرا. متشكرة جدا ان انتوا صبرتوا عليا.